السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة بقى هنعمل كرنب. تقطيع الكرنب هوريكم هنقطع الكرنب بطريقة سهلة ازاي ومتاخدش وقت خالص. انا جبت بقى الكرنبايه كده حطيتها زي ما هي، مرضتش اقطع منها اي حاجة غير قدامكم زي ما هي كده، زي ما انا جايباها حطيتها قدامكم. بشيل كل بقى ال الورق اللي هو الاخضر شوية، او اللي هي متوسخة جامد او كده. الحاجات اللي هي بره دي بشيلها بقى خالص. في بتبقى متقطعة، في بتبقى دبلانة شوية، اللي هو الكفر او الورقة اللي بتبقى بره يعني. لقيت فيها قشرة بصلة من جواها شلتها. ف هبتدي بقى اقطع الورق اللي هو مش هيستخدم خالص، اللي هو بيبقى دبلان، اللي هو بيبقى فيه حتة اصفر لونها مصفر كده شوية، اللي بتبقى متوسخة جامد ما تنفعش تتغسل ما تنفعش تستخدم، اللي بتبقى طبعا خضرة جامد قوي قوي. تمام. يعني بخلي الاخضر، بس الاخضر الفاتح مش الاخضر الغامق، لان الاخضر الغامق بيبقى، هي في ناس بتحبه، بس لو الورقه نظيفه، لو الورقه نظيفه ما فيهاش اي مشكله، ما فيش اي مشكله خالص ان انت تستخدميه. المهم ان انت ما تهدريش منها اي حاجه. انا طبعا زي ما انتم شايفين الورق اللي انا شيلته ده ما كانش ينفع يستخدم خالص، لان مصفره كده شويه من بره، فيها حتت بني، فمش هينفع نستخدمها. هبتدي بقى الكرومبة لازم يبقى ليها راس كده طالعة، يعني لازم يبقى ليها راس كده تعرفي تمسكي منها يعني. تمام. انا كده مسكتش منها، انا مسكت الكرومبة نفسها، وهبتدي حوالين منها كده افرغها من النص. انا بشيل الكرومبة الراس نفسها كده من النص. انا بصوا هنا الراس فايدتها ان انت تمسكي منها وتشدي بقى، هي بتبقى سهلة معاكي ان هي تتشد بسرعة لانك فرغتيها من النص. هنا برضو هطلع بقى الزيادات اللي جوه دي كلها. برضو لو في اي حتة تخينة كده من العروق التخينة دي برضو بشيلها بالسكينة. بصوا بكل سهولة جدا، ما فيهاش اي صعوبة خالص، اهي بتتشال معايا. بفرغ بقى كل العروق اللي هي اللي ما بتنفعش، اللي بتبقى جامدة ديت جوه، بفرغها كلها. والجدر بتاع بقية الجدر بتاع الكرومبة، يعني العروق، هي العروق بتاعتها اللي بتبقى جامدة في النص كده بفرغها كويس جدا. وبعدين بقلبها، افضيها كده عشان لو فيها اي حتت صغيرة زي اللي نزلت دي تنزل منها. بصوا بوريكم هنا، بصوا بقت خلاص فوق زي الفل، اتجوفت وبقت حلوة جدا. طبعا الكرومبة انا كنت انا غسلتها علشان بعد ما شلت الورق الاخضر، غسلت بقى اللي هم دول الكرومبة ذات نفسها قبل ما اقطعها، قبل ما اقطع الحته بتاعه الراس، علشان تبقى طبعا نظيفه وحلوه جدا، لان كده كده هسلقها في الميه بتاعه الكرنب يعني، فتبقى نظيفه وما تبهدلش الدنيا كده، وعشان الاكل يعني عامه. تمام. فانا كده بقى خلاص ظبطتها. هبتدي بقى احط اشيل ايه. انا كده كنت بقلبها بشوف عدلة الورقه انهي اول واحده اللي تتشال عشان ما اقطعهاش، وبالراحه بقى كده بسلكها. هي دي كانت كبيره على الحله، الكرومبه كانت كبيره عندي على الحله اللي انا هعمل فيها، وهي كانت عندي اكبر حله، ما عنديش اكبر منها عشان اجيب واحده على قدها. فزي ما الكرومبه تاخد تعملي على قدها يعني. تمام. يعني في مثلا حلل كبيره بتبقى الكرومبه على قدها، يعني ممكن تحطي الكرومبه زي ما هي كده، ما تشيليش طبعا ورقه ورقه زي ما انا بعمل كده. بس انا بعملها كده علشان تيجي على قد الكرومبه، معلش على قد الحله اللي انا هحط فيها الكرومبه. واخدين بالكم معايا؟ هشيل منها بس كام ورقه كده عشان زي ما قلت لكم تبقى على قد الحله اللي انا هحطها فيها. اللي عنده بقى الحله على قد الكرومبه، عشان في حلل بتبقى اكبر من كده بكتير، فما شاء الله بتاخد الكرومبه على طول، يعني ما بتبقيش آه يعني عايزه متشيليش منها اي حاجه. تمام. ولا اي ورقه. كل ده طبعا الورق اللي طلع منها ده كله بستخدمه، يعني انا هسلقه معاكم وهستخدمه برضو. بصوا ده الورق بتاعه اخضر، بس اخضر فاتح مش اخضر غامق. الاخضر الغامق شويه شويه عن ده اللي انا ماسكاهم دول، بوريهم لكم اهم. آه زي اللي انا التالتة اللي انا مسكتها اللي فوق خالص دي، والرابعة اللي بعدها، دول اخضر شوية. دول بحطهم في ارضية الصينية، الحلة اللي انا هعمل فيها الكرنب. تمام. بحط في الارض كده شوية زيت، وبعد كده بحط عليها الكرنب على ورق الكرنب، علشان ايه؟
اللي انا بقى حاشياه ما يلزقش فيها يعني. تمام. هنا بقى خلاص خلصت المية السخنة، غليت اهيت، حطيت فيها بقى كمون وملح. الكمون مهم جدا ان انت تحطيه في المية بتاعت الكرنب، عشان يعني بيقلل جدا من بقى الغازات والحاجات بتاعت الكرنب وكده يعني. وفي نفس الوقت الكمون بيبقى حلو جدا في الطعم يعني، مش بيدي طعم وحش ولا اي حاجة خالص. والملح طبعا عشان الورق يبقى مملح وطعمه يبقى حلو، زي فكرة المكرونة كده برضو. تمام. هبتدي بقى احط اتنين اتنين تلاتة تلاتة على قد ما الصينية معلش، على قد ما الحلة تاخد معايا. آم، هبتدي بقى يعني دقيقتين كده ولا حاجة، بحاول بقى اساعدها كده ان الحتة اللي فيها العروق دي تبقى جاي عليها مية. بصوا بقلبها كده بالراحة اهي، بصوا تحسوها بقى خلاص طريت اهي، ما بتاخدش وقت خالص، لازم المية تبقى مغلية كويس جدا. بس بعد كده بقى طبعا بطلعها آه علشان بجمعهم يعني مع بعض، علشان بعد كده نبتدي نقطعهم مع بعض. في ناس بتجيب الكرومبة وتقطعها وهي نية وبعدين تسلقها، يعني تقطعها كده يعني 4 تربع مثلا، وبعدين يعني مربعات كده، فاهمين قصدي؟ بس دي بتهدر كتير جدا، لان انت كده ما قطعتيش العروق التخينة، فبتظهر في الورق، فانت مش هتعرفي تحشيها اصلا، مش هتبقى حلوة خالص، فهتهدر منك كتير جدا جدا. دي اكتر طريقة انا بحبها وسهلة جدا. انا هنا جبت الصينية بحط عليها بقى اللي يطلع بحطه عليها لحد ما اجمعهم بقى كلهم اهوت. يعني انا عملت، بصوا فاضل بقى اللي هي الكرومبة نفسها اهي، على قد كده، هي على قد الحلة. بحاول بقى انزلها كده شوية، لان طبعا المية نقصت شوية عشان انا سويت تعتبر الكرومبة بحالها. فاضل بقى الحتة ديت، بحاول اساعدها ان هي تنزل كده في المية كويس، وبعدين بقلبها برضو، يعني انا بسيبهاش كده، لازم تتقلب عشان العروق دي بتبقى محتاجة مية مغلية كويس جدا، عشان بعد كده متبقاش ناشفة معانا وتبقى طرية جدا في الحشو بقى كمان. ما تغلبناش بقى يعني تتلف على طول يعني. تمام. انا هنا بقى بحاول اقلبها على الناحية التانية بالراحة خالص وعلى مهلك، عشان المية سخنة مولعة كده. قلبتها على الناحية التانية وهسيبها بقى شوية لحد ما تستوي كويس خالص. وهبتدي بقى هجيب الماسك او المساكة اللي هي بنمسك بيها مثلا اي حاجة، كفتة مشوية، اي حاجة سخنة او كده معانا في المطبخ. بعد ما بقلبها كده بقى ببتدي اسحب ورقة ورقة، خلاص هي استوت كده وفلة يعني. فبس ببتدي اسحب ورقة 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 لحد ما تخلص خالص، وخلاص كده الكرنبة معانا زي الفل. جيت اشيل انا الورقة ديت بايديا، ما معرفتش الصراحة، كانت سخنة مولعة اهي. انا جبتها اهي الماسك، هشيل بيها من الحله، هحط بقى في الصينيه على طول. بصوا خلاص الورق كله استوى، ببتدي بقى اشيل ورقه ورقه كده، عشان ايه؟ طبعا مش هعرف اشيل الكرومبه على بعضها لانها سخنه مولعه، وكده كده يعني هخليها ورقه ورقه كده عشان اعرف برضو اقطعها. اطلعها بقى كده لحد الاخر، لحد ما اخلصها يعني خالص. وبعد كده هبتدي اقطعها. اه كده انا خلصت. هبتدي بقى اقطعها، بتنيها نصين كده على العروق بتاعتها، يعني نصين، واخدين بالكم معايا؟ باينه اهيت في الفيديو. وقطعيها بقى الحجم اللي انت عايزاه، الورق بتاعها قطعيها الحجم اللي انت عايزاه. انا يعني ولا بقطعها صغيره جدا ولا كبيره قوي، يعني بقطعها حجم كويس عشان برضو ايه، اللي بياكل يعرف ياكل يعني. تمام. لو في مثلا اي حتة بني بشيلها، لو في الورقة اي حتة بني بعد ما اتسلقت بشيلها، زي دي كده. بصوا لما فردتها تنيتها تاني وشلت الحتة البني، بتترمي طبعا الحتة البني ديت مبتبقاش حلو اهو. زي ما انتوا شايفين كده، هعمل واحدة تانية معاكم برضو، سهل جدا في تقطيعه، هتعملوا الكرومبة بسرعة جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت ولا هتغلبك ولا هتعمل اي حاجة.
يعني انا مثلا يوم ما بجيب الكرنب، يوم ما بعمله ويوم ما بحشيه ويوم ما بعمل كل حاجه، مش ده في يوم وده في يوم. طبعا لو عملتي ده في يوم وده في يوم بيسهل عليكي، بس هي الطريقه دي سهله جدا، يعني هي مش متعبه خالص. يعني لو عندك ما شاء الله بألف هنا كرنبتين هتخلصيهم. تمام، انا كده خلصت الكرنبه كلها. بصوا اللي في الجناب الاخضر دول هم دول اللي انا احطهم في ارضيه الحله اللي انا قلت لكم عليهم، بيبقوا لونهم مخضر شويه. وبقيه الكرنب بصوا ابيض خالص وزي الفل. طبعا الورق الاخضر الاخضر فاتح، حاطه تحت. بس كده. يلا اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.